السلام عليكم أخوتي، أسعد الله وأوقاتكم بكل خير. حابب وجه تحية للوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند خبوات. بدي أقول لها الله يعطيك العافية على شغلك الرائع، فعلا إنك إنسانة رائعة جدا. أشكرك من قلبي على العمل الرائع التي عم تقومي فيه. بس حابب أقول لك على شغلي. في عندك كتير من الناس قاعدين بلا شغل، أرامل، مطلقات، ناس فقدوا عملهم. التجربة الأوروبية، أنا عايش بهولندا، وبدي أقول لك التجربة الأوروبية الموجودة بهولندا بكل الدول الأوروبية بيساعدوا الناس يلي ما عندهم راتب بمساعدة اجتماعية. يعني هي مو كبيرة المبلغ، بس شغلة إنه الإنسان يعيش، يدفع أجار بيته، ياكل ويشرب، ما يمد ايده، ولا يصير في شحاتين كثير في الشوارع يحتاجوا يمدوا ايدهم للناس. فممكن انه تعملوا صندوق مثل صندوق التنمية لمساعدة هي الناس والمحتاجين، وتعملوا له راتب شهري. أسوة بالدول الأوروبية، الدول الأوروبية أخذوها من صندوق الزكاة الإسلامي. سابقا الإسلام كانوا مطبقين الشغلة هي وأخذوها عن الإسلام، وهلأ عم يطبقوها بالدول الأوروبية وبأمريكا. أي إنسان فقد عمله أو ما عنده عمل بيعطوه راتب وبيبحثوا له عن عمل، بيساعدوه لبين ما يلاقي عمل، وبيرجعوا بيقطعوا الراتب عليه، خلاص صار عندهم مورد دخل. فكتير من الناس هلا في الجيش، في الوظائف الدولة، وزارات، فقدوا عملهم، عندهم عائلات بدهم يعيشوا، بدهم ياكلوا، ما في راتب عندهم. فأرجو منك أني تساعدي الناس هي. الله يعطيك العافية على شغلك الرائع، وتبحثوا بهالشيء هذا وتمويل الشيء هذا، مثل ما عملتوا صندوق التنمية تعملوا صندوق لرعاية الناس اسمها الرعاية الاجتماعية بالدول الأوروبية. فالله يعطيك العافية، وشكرا لك على العمل الرائع اللي تقومي فيه، والله يحميكي ويخليك زخر للوطن، ويخلي الرئيس أحمد الشرع كمان الرسالة موجهة له كمان، انه كمان هو ينظر بوضع الناس هي، ويساعد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل على عمل الصندوق هذا. شكرا لكم جميعا، مع تحيات اخوكم ابو انس. شكرا لكم جميعا.